معنا عبر الهاتف في مكة المكرمة مراسل الجزيرة حاتم غندير. حاتم، آخر التفاصيل خصوصا ما يتعلق بحصيلة القتلى والمصابين. آخر الحصيلة التي أعلنت قبل قليل عن وفاة حوالي 65 شخص في الحادث المذكور، وارتفاع عدد الإصابات إلى حوالي 100 أو 154 إصابة. فهذه آخر المعلومات التي تمكنا من الحصول عليها من الجهات الوصية عن الموضوع. طيب حاتم، هل هناك من تفسير أولي لسقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى؟ التفسير الذي يمكن ان يرجع اليه في ارتفاع عدد الضحايا الى هذا الحد هو انه اليوم هو يوم جمعه، وهناك الكثير من الناس الذين يؤدون العمره ويصلون صلاه الجمعه في الحرم المكي في يوم الجمعه، فضلا عن بدء توافد العديد من الحجاج من بعض الدول. الوفود الاولى بدات تصل منذ ايام، ربما منذ 4 ايام او منذ اسبوع بدا توافد الحجيج على مكه المكرمه لاداء مناسك الحج. فربما كان هذا هو سبب وجود هذا العدد من القتلى ومن الضحايا في هذه الحادثة المؤلمة. لكن ربما ما خفف إلى حد ما أنه هذه الحادثة كانت بعد صلاة العصر بحوالي 45 دقيقة، وبالتالي كان هنالك عدد أقل من الضحايا. طبعا سقوط هذه الرافعة كان ادى ايضا معه الى سقوط جزء من الحائط او من السقف الذي كان تحت الرافعه تماما. فايضا ربما يكون هذا جزء من الاسباب التي ادت الى هذه الحاله من الوفيات. عموما نحن في انتظار ما يردنا من طيب. الجهات المختصه في هذا الموضوع، سواء كانت الدفاع المدني او وزاره او هيئه الصحه والهلال الأحمر. طبعا طيب فرق حاتم، الدفاع هنا. ذكرت في نشرات سابقة أنك بعيد ما زلت عن منطقة الحرم المكي نظرا لأنها منطقة مغلقة، كيف تبدو مكة الآن؟ نعم، طبعا نحن لسنا بعيدين يعني بشكل كبير، لكن الجزء القريب جدا من الحرم المكي هو الذي اغلق حتى يتم عمليه الانقاذ وعمليه الاسعاف. ومع ذلك اقول بانه الصلاه صلاه المغرب اديت يعني في الحرم المكي، وكان هنالك مصلون، لكن جزء ايضا تم اغلاقه حتى يتم عمليه الاجلاء وعمليه الانقاذ للجرحى واسعافهم ايضا. مراسل الجزيرة حاتم غندير، كنت معنا من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك، وسنعود إليك بالطبع في حال ورود أي جديد.